السلام عليكم. أنت يا شيعي دائما تردد قصة مقتل الحسين، وهي والله تهدم دينك هدما. مثلا أول مشكلة تواجهك هي أن الحسين لم يمارس التقية، ومن لا تقية له لا دين له، والتقية 9 أعشار الدين، والحسين لم يمارسها. معنى ذلك أن الحسين عندك كافر والعياذ بالله، لم يمارس التقية حتى في وقت الضعف. هذه أول مشكلة. المشكلة الأخرى في كتبكم أنكم من خذل الحسين. قال: قد أتانا خبر فظيع، قتل مسلم ابن عقيل وهانئ ابن عروة وعبيد الله بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا. إذن أنتم من خذل الحسين، أرواحي له الفداء. أيضا فقال زين العابدين عليه السلام بصوت ضئيل وقد نهكته العلة. شوف: وإذا نساء من أهل الكوفة ينتدبن مشققات الجيوب والرجال معهن يبكون. فقال زين العابدين عليه السلام بصوت ضئيل وقد نهكته العلة: إن هؤلاء يبكون علينا، فمن قتلنا غيرهم. يعني أنتم من قتلتم الحسين. أيضا عندما خرج الحسين قال: إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي، ولم يقول للنص الإلهي، ولم يذكر الإمامة حتى ذكر أبدا. وهذا دليل على أن خروجه لم يكن للنص وإنما للإصلاح. يعني لو كان الحاكم صالح لن يخرج الحسين. وأيضا الشيعة أكثر الناس فسادا، هم أكثر الناس سرقة، وهم أكثر الناس حماية للفاسدين. تخيل العراق فيه الإطار التنسيقي والحشد الشعبي والتيار الصدري والعتبة الحسين. يعني الأمر بيد الشيعة، وهم الذين نشروا الفساد وحموا الفساد وسرقوا العراق ونشروا المخدرات في كل مكان. أيضا هذا دليل على كذب الشيعة عندما يقول لك أن الإمام يفتي تقية، ويصرح بحب أبي بكر تقية، ويحرم ويحلل تقية. كيف الحسين ما كان يخاف على نفسه؟ يقول لك عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله المتعة، لحم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. فالوجه في هذا الرواية أن نحملها على التقية. يعني علي بن أبي طالب عندهم كذاب، كان يمارس التقية. طيب ليش الحسين ما يمارس التقية ويحافظ على نفسه؟ أيضا هذا أكبر رد على الولاية التكوينية. أنتم تقولون أن الحسين عين، خالق رازق مسيطر على ذرات الكون، وأن بيده الإحياء والإماتة. إذن هو الذي قتل نفسه وجوع نفسه وعطش نفسه وسبى نساءه. يعني هو مدير الكون. عندكم يا شيعة أن الإمام هو مدير الكون مثل الريموت كنترول، فهو الذي تسبب في قتل نفسه، وهو الذي تسبب في سبي بنات النبي صلى الله عليه وآله، لأن بيده السيطرة على الكون. شفتم ما أجمل دينكم الصحيح، أرواحي له الفداء. وهناك الكثير والكثير. فهذه القصة هدم لدينكم.